السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من العربية. مفيش أي حاجة جديدة أساسا، هو شبه اللعبة. بس عايز بقى تركزوا في حاجة. شوف كده ال- ألوان الشجر، ألوان الشجر والطبيعة في الخريف. الخريف هنا يا جدعان خرافة، حاجة جامدة. أنا مش عارف، أنا طبعا التليفون اللي معايا على الله حكايته، بس مش عارف هو موضح ولا لأ. بس عموما خلي بالكم كده من الألوان. هو الفيديو ده أنا مش عايزك تعمل اي حاجه غير انك تركز في الالوان والطبيعه والتلال والاماكن اللي انا همشي فيها دلوقتي. يلا حلو اخش. أيوة كده. كل ما تخش طريق هنا تلاقيه اجمل من اللي قبله، جامد بمعنى الكلمه يعني. ان شاء الله في يوم اجازه كده او في وقت آه، اروح في طريق بقى غابات وجبال وكده عشان نشوف الكلام مع بعض ماشي ازاي. انما انا دلوقتي بعمل فيديو بظروفها يعني، مش مترتب له ولا حاجه. بس ايه اللي هو انا ماشي يعني منطقه تلال بقى، تطلع تل تنزل من تل كده يعني. واقفه غلط ليه؟ طيب انا البس فيك دلوقتي. وبعدين بقى تلاقي شجر اصفر وشويه احمر والوان جامده بصراحه. بالكلام حاجه راحه نفسيه بس. الدخله بقى اللي جايه دي عنب، حاجه جامده. بيوت فلاحين ده يا جماعه. بص الكلام خفيف هنا بصراحه جامد. وبعدين هو دي اماكن عاديه يعني اللي انا ماشي فيها، فيها اماكن بقى الوانها رهيبه بصراحه. يعني تبقى ماشي بس فيها كده مستمتع ناس انا محترمه وكويسه. كل دي بقى اراضي فلاحين. الفلاح هنا مثلا ممكن تلاقي عنده ما يعادل 30 40 فدان، 50 عادي، والآلات الزراعية بتاعته كاملة متكاملة. جرارات بقى على مش عارف ايه على كده. بصوا الكلام. انا كنت ماشي في حتة عالية دلوقتي بنزل تحت. هو الطريق كده طول الطريق شوية عالي شوية واطي، تلال بقى وكده. هو بس عشان الجو غيامة النهاردة ممكن تبقى الدنيا مش واضحة، بس يعني أكيد باين وظاهر يعني.
بقى اللي هو فصل الشتاء، بيجي التلج اللي هو الجليد. عجل العربية نفسه لازم بيتبدل، بيبقى فيه عجل شتوي، وكمان بيتزحلق يعني. لو ما خدتش بالك ممكن العجل نفسه يتزحلق.